الإرهاب مفهومه ودوافعه وكيف ينظر إليه التونسي؟ هل له رافد في الداخل أم هو من الخارج وافد؟ ما هي مظاهره؟ وكيف نقاومه؟ أسئلة مثلت أغلب الإجابات عنها القاسم المشترك بين آراء المستجوبين في الشارع الرئيسي بالعاصمة. كاميرا قناة الزيتون رصدت آراء المواطنين، فكانت الردود التالية: تفعيل مقاومة الإرهاب. أنا أعرف الإرهاب من يكون اليوم. الإرهاب هو الذي يمزق التوانسة إلى الشرق وغرب، إلى أقصى اليسار وأقصى اليمين، وأنا قلتها. ناس تجبد لأقصى اليسار وناس تجبد لأقصى اليمين، وهذا الإرهاب. نحن توانسة شعب وسطي، نحن توانسة شعب يحب الحياة، شعب مسلم وسطي، شعب معناها يحب بعضه. تكاتفنا عندنا 3000 سنة. الشعوب هذه مرت بحضارات ومرت بكبوات ومرت منزلقات ومرت، ولكن نحتتها الأيام الشعب هذايا، أصبح شعب متساهر، أصبح شعب متناسب مع بعضه، أصبح شعب يحب بعضه. كيفاش تجي؟ يلزم فهمتي نصنعوا له معناها سوسه في الوسط ونحاولوا نفركوه، ولكن هيهات هيهات هيهات. نتصوروا ان ثماش مسلم يقتل مسلم، نصورها عباد اخرى، هذه تنظيم قاعده حاجه اخرى. اما كتونسي يقتل تونسي تنجم تكون باش يذبحه، ما نتصورش معناتها يعطي قلبه باش يذبح انسان كيف هو ولا مسلم كيف هو. جيت لهنا ما شفتش حاجه هكذا يسميوها ارهاب. لا وشني الاعلام هكذا يضخم في التلفزه. ثم عباد مستعصيه في الاسلام توصل لدرجه انها عادي معناتها تقتل وتقول لك هذاك شرع الدين، هذاك هو شعل الماهم، هذاك هو معناتها الفكر ولا خلوا لهم في مخاخهم. فهم الارهاب هي مجموعه حبت تفسد الوضع على بلاد، مجموعه صغيره. ما نتصورش، نصور كل شيء من برا، كل شيء من برا، خاطر ما عندناش احنا، ما كانش عندنا الحكايات هذه جمله. كل شيء معناتها جاي من برا وتوالف مع العباد هذه في توانسه وخريواهم وكل شيء باش يوليو كيما هكا ارهاب. بالاراده الشعبيه، الشعب هو اللي يقاوم. لازم يكون مثقف قاري على باله شنو الارهاب، ما يخليكمش تخدموا. والله العظيم قرار هذا ما نعرفش، ما هوش صعب، ما هوش صعب جمله زاد. لانه بن علي كان يستعمل فيه في وقت معين في مكافحه حاجات اخرى بس الارهاب. صحيح، بن علي قبل الارهاب ما كناش نسمعوا به، كان يكمل كل شيء معناتها ما غير نسمعوا به حتى شيء، وحتى فرقه مكافحه الارهاب ما كناش نراوها احنا جمله. كانوا يطلعوا ويخلصوا مهمتهم ويرجعوا ما يشوفوا حتى حد، فهمت، من غد لغد، وحتى انسان ما يوصل يشوف. هذا بينا نسفكوا منه برجوليه، فهمت، خلي البلاد تريض ونبداو في امورنا المعقوله، فهمت. والله حسبي انا نعيش لبرا، اما برا عندي برشا، ملي جيت ما ريت شيء بصراحه، ما عندي، ما ريتش ارهاب، ما ريتش خوف، نهبط نحوس تونس نسكن في القرم نحوس وكذا، ما ريت حتى شيء برجوليه، فهمت. برشا جهات اخرى تلعب بالارهاب، لمصلحته شكون الله اعلم، حاجه مش مفهومه هذه تو نقطه صفر. حل مكافحه الارهاب في تونس، والله العظيم تونس داخله بعضها تو ما تنجمش تعرف مش تعمل. نتصور اني والله ما عادش تفهم شكون الارهابي وشكون ماهوش، تو يركبوا في الحي ويدوروا بها عادي، هي سنه لحيه وما يدوروا بها عادي، تو يركب لك لحيه يطولها يمشي يشرب بها يمشي عم بها اي حاجات، فهمت. ما عادش تصدق حتى شيء، تو ما عادش تصدق حتى الاسلام، ما عادش تصدق، فهمت. قبل نراو واحد بلحيه نتفجع، هي صحيح لحيه سنه اما دخلوا برشا في الدين وما عادش تفهم. تونس ماهوش معناها حاجه ظاهره جديده تعتبر، ما عندناش نحن الارهاب، سويت ان نحن العقليه نتاعنا في تونس معناها دي لو دوبي، معناها من الصغر ما تربيناش على الحكايات هذيا، وما عندناش معناها في المونتاليتي نتاعنا العباد معناها سونت اوفير كلهم كيف، معناها ما عندهمش حتى كومبلكس من ناحيه الدين. ثم بالعكس ثم معناها حاجات اخرى اللي نتصورها انا، اللي ثم عباد تحب توصل انه الارهاب معناها عندنا ارهاب في تونس، معناها حالات شاذة برشا معناها، حتى كي جيت قارنا في الاوروب معناها موجوده ديجا عندنا في الاوروب معناها الاكزومبل تاع الانجلتير ولا في امريكا ولا معناها هذوما حاجات ديكا تصير في العالم، ما الحمد لله نحن في تونس حتى كي قريت بعد معناها الاحداث الخايبه برشا صارت في الشعب، كيفاش تعاطف الشعب كبير برشا معناها مع الحكايه هذه، والناس الكل معناها نددت بالحكايه هذه. نجموا نكافحوا معناها بالعباد كي
معناها ثم فئه من المجتمع اللي معناها يعتبروها العباد ارهاب ولا يعتبروها كذا، بالعكس هم معناها عباد نجم تحكي معاهم ونجم ندخلهم بشوي بشوي في المجتمع. هذاك هو الحل الوحيد. ما عندناش راهو نحن ارهاب. حتى معناها حتى العباد اللي يقولوا عليهم ارهابيين، معناها ما نتصورش انا باش يعملوا حكايه هذه ماكسيموم، معناها باش كيما رينا نحن قبل معناها باش يجي معناها يعمل باش يضرب ولا يفجر. في تونس امبوسيبل، مستحيل برشا. كيما في تونس ما تساعد معناها مش ما تساعدش، بالعكس معناها حاجه باهيه برشا، حاجه ما عندناش حتى كومبلكس. معناها هاك تخزر العباد عادي تعيش تمارس في حياتها اليوميه عادي، ما ثم حتى كومبلكس من الناحيه ذيك. بالنسبة للوضع الحالي في تونس ما بعد الثورة، أصبح العديد يتكلم باسم الإرهاب ويضع الشماعة القديمة اللي استعملها بن علي ونظام بن علي لأجل أهداف سياسية معلومة من الشعب التونسي، أن الشعب التونسي وصل إلى مرحلة من النضج والوعي الذي يستحيل معه أنه تنتليه مثل هذه الحيل. ثم برشا قوى للردة، قوى الرجعية، القوى اللي ما ساعدهاش قيام ثورة حقيقية في تونس، قيام مجتمع ديمقراطي، مجتمع حر تصان فيه كرامة الإنسان التونسي. الناس هذوما اللي عندهم الحنين إلى الماضي يحبوا يجعلوا الإرهاب بالمعنى الديني للإرهاب كشماعة تتحط عليها أهداف سياسية معينة من أجل يعني تشريع القمع وإرجاع النشاط البوليسي القمعي اللي يسند نظام، ما يسندش جمهورية، ما يسندش شعب تونسي، ما يسندش إرادة شعبية لتونس. لذا فأنا نشوف اللي الخطر هذا والإرهاب الحقيقي مش في التيارات اللي يقولوا عليها تيارات سلفية جهادية، لأنه تيارات السلفية الجهادية سهل أنك توجهها بالحوار وبالإرشاد وبالتوعية أنه المجتمع التونسي مجتمع مسالم. الأرض التونسية هي أرض إخاء ومحبة وتعايش بين كل الأطياف في تونس في كنف الحرية والديمقراطية واحترام الآخر. أنا نشوف الإرهاب الحقيقي في تونس إرهاب الناس اللي تلبس لي كوستيوم وتعمل كرافات وتعمل لي فوندوتان وتتعدى في البلاتوات بتاع التلفزة ويبان إنسان محترم وإنسان واعي ومثقف، ولكن هو في الحقيقة أثبت بالتاريخ مدة 50 سنة أنه خيانة المثقف التونسي، لأنه المثقف التونسي باستثناء طبعا شرفاء أثبت أنه هو أكبر إرهابي في تونس. تونس تريد تواصل، تريد تسامح، تريد تصالح، تريد تضامن، تريد وفاق، تريد وئام، تريد وفاء، تريد ولا إلا لتونس، تريد نضال، نشاط، نماء، نظام، تريد سعي، سلم، سمو، سؤدد. هذه رؤية تونس الغد، تونس الجميلة التي نريدها كلنا. بالنسبة للإرهاب كلمة حق أريد بها باطل. الإرهاب استعملتها الصهيونية بقيادة الأمم المتحدة، ما نقولش المتحدة، أنا الأمم المتحدة حيسمعوني في الكلمة تخرج مرات من غير موقعها. هي حامي الإرهاب. الصهيونية العالمية هي حامية الإرهاب وهي صانعة الإرهاب، وهي من صنعت اللحية الطويلة وصنعت السيوف وصنعت الأسلحة ودمرت البلدان وهتكت الأعراض وشردت وصنعت اليتامى. نعم، الصهيونية العالمية بقيادة أمريكا الشيطان الأكبر، فليعيها كل مسلم وكل عربي وكل إنسان حر في هذه الدنيا. هذه الصهيونية ماذا تريد؟ تريد استحواذ على العالم، تريد القرية الكونية. وماذا شعاراتها؟ شنو عندهم شروطهم؟ ادخلوا ملتنا أو اخرجوا من قريتنا أو أخرجوهم من قريتهم إنهم قوم يريدوا أن يتطهروا. القرية الكونية هذه. إذا نحن كمسلمين مخيرون بين السلة والذلة، قالها الإمام الحسين في كربلاء منذ 1250 سنة وهو محاط بتقريبا 60,000 عسكري مثل ما هي القوى الأممية. قال لقد خيرنا بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة. نحن نقولها اليوم كمسلمين وكعرب أقحاح وكأحرار، كل يتحزب كما شاء، ولكن كن حرا، كن حرا، كن حرا، كن رجلا لتحمي زوجتك وأمك وأختك وابنك. فهمتي؟ والله مفهوم الإرهاب يلزم معالجة جذرية بالعلم. يلزم الإنسان اللي طلع باش يقاتل يعرف اللي اليوم كي يطلع للجبل هو عدو للإسلام وماهوش حليف للإسلام. لأن اليوم أمس وقت كانت المحجبة ما تدخلش الليسي، وقت كانت المحجبة ما تجولش في الشارع، وقت كان المدين ما يصليش الفجر، أمس ما طلعوش للجبل. لكن اليوم وقت اللي والحمد لله يعني تحروا نوعا ما،
مش يعني 100%، ولكن تحررنا. اليوم نجموا نلقوا دروس في المساجد، اليوم نجموا نصلوا الفجر في جماعة، اليوم تنجم المحجبة اللي هي أختنا تدخل وتطلب العلم بكل راحة. هذه كلها نعمة من عند ربي سبحانه. هم اليوم استعملوا الطريقة الثانية باش يدمروا هذا. الله أعلم، لكن الناس كل تعرف اللي برشا ناس ما تحبش الإسلام يحكم، لأنه الإسلام هو الحق، والحق ديما عنده عدو الحق اللي هو الباطل. الإسلام عنده برشا أعداء يحاولوا يستعملوا في أولاده باش يحاربوه. أولاده ناقصين علم، وقت يطلع للجبل يقول أنا نجاهد وأنا نجاهد في الطاغوت. هذا ما يفهمش مفهوم الجهاد، ما لقاش شكون يقراه، ما لقاش شكون يثق فيه. نحن اليوم ما فماش شكون يثق في مفتي ولا يثق بالعكس معناتها يسمعوا. وحتى العلماء في الخارج فما علماء نظاف يلزم زاد يتكلموا باش الناس تسمعهم وتعرف رواحها وين. الصهيونية هذه صنعت عام في سبتمبر 11 سبتمبر صنعت هذا القانون، ومن أجل صناعة إسرائيل الكبرى من المحيط إلى الخليج، وهم قاب قوسين أو أدنى اليوم. أكيد لها أعوان ولها أذيال ولها معناها ناس ما تسهرش للصباح. اللي ينجح اليوم هو الإنسان اللي فاهم مفهوم المعركة الإسلامية وين، لأنه راهو ريتو هذا الكل لو ما جاش الإسلام في السلطة راه ما فماش اعتصام وما فماش اليوم الإعلام متناقض 90 درجة. أنا عمري ما شفت برنامج قالوا هاي الحكومة عاونت ولا هاي الحكومة وصلت حاجة ولا هاي ما تتفرج. كان في الحكومة ضرت في تونس فلست، في ترى شنو، في رجعنا 50 سنة التالي، في هذا هو فهم، هذا هو. ولكن الله ولي الذين آمنوا.